مساء الخير مشاهدينا واهلا بيكم حلقه جديده من برنامج جماهير الكوره على شاشه قناه الرافدين. زي ما عودناكم دايما بنبدا باخبار خاصه ببرنامجنا واخبار المواقع الرياضيه، لكن حابب اقول النهارده كان في سؤال موجود على صفحه البرنامج، وهو نادي الاسماعيلي كم مره فاز ببطوله افريقيا، وكنا قلنا ونوهنا في الحلقه اللي فاتت ان شاء الله هنختار اختيار عشوائي من الجمهور عشان حد يجي معانا ويحلل ويقول رايه وتوقعاته في فرقته. احنا بالفعل اخترنا، وكانت مفاجاه بالنسبه لنا، وفريق الاعداد تواصل مع اللي تم اختياره، وهو يعتبر يعني اصغر محلل رياضي في مصر، عنده 12 سنه. هتبقى مفاجاه بالنسبه لجماهير الكوره وكل جماهير مصر ان شاء الله. النهارده هيكون معانا ضيفنا محمد الشربيني، اصغر محلل رياضي في مصر، عنده 12 سنه، في اخر جزء من الحلقه. نبدا مع بعض اخبار المواقع الرياضيه. وموقع كوره نيو، محمد يوسف، الكابتن محمد يوسف يعلن قائمه الاهلي مواجهه جيما الاثيوبي في الدور 32 لبطوله افريقيا. طبعا الكابتن محمد يوسف القائمه فيها 23 لاعب، المفروض ان هو يسجل 18 لاعب، لان نظرا للاصابات الكتيره عند الكابتن محمد يوسف دي مشكله كبيره جدا هتواجهه. سجل 16 لاعب، منهم 2 حراس مرمى. عبد الغني ليلا كوره، من الصعب التقدم بملف استضافه افريقيا بعد قرار المغرب. طبعا كاس افريقيا كانت المفروض اللي هتنظمها الكاميرون، ولكن اتسحبت منها البطوله ان هي تنظمها الكاميرون، وبالتالي المغرب كمان ما تقدمتش لتنظيم البطوله. والكابتن مجدي عبد الغني فيه هنا علامه استفهام كبيره جدا. هو بيقول من الصعب ان احنا ننظم البطوله. انا بقول ان احنا نظمنا كاس عالم للشباب وبطوله افريقيا سنه 2006، وكان في نجاحات كبيره جدا على مستوى التنظيم والجمهور، وحتى يعني ربنا كرمنا وقدرنا احنا نفوز بالبطوله. فاكيد هنا في علامه استفهام، محتاجين ان احنا نسال الكابتن مجدي عبد الغني ايه هي اسباب عدم طلبنا بان احنا نستضيف وننظم البطوله. قبول استقاله فييرا مدرب تدريب نادي الاسماعيلي من موقع في الجول، والاتجاه لمدرب اجنبي. احنا طبعا كنا قلنا قبل كده ان الكابتن فييرا المدير الفني للنادي الاسماعيلي كان في مشاكل الفتره اللي فاتت، وكان اتكلم مع الجهاز الفني الخاص بيه، واتكلم مع مجلس اداره نادي الاسماعيلي ان هو محتاج بعض تدعيمات للفريق طبعا عشان يقدر يواجه في الدوري. طبعا الموسم صعب جدا، في بعض اللاعبين اللي باعها الاسماعيلي، فبالتالي الامور وصلت لحد فين الله اعلم. لكن بالفعل فييرا مش موجود في الاسماعيلي، وفي اتجاه لمدرب جديد ممكن يكون اجنبي مش مصري. جلال يشترط على المصري انضمام الكابتن مصطفى كمال للجهاز الفني والاداري. طبعا الكابتن مصطفى كمال اشتغل مع الكابتن ايهاب جلال اللي هو المدير الفني الحالي للنادي المصري، اشتغل معاه في المقصه، ولما راح الزمالك كان موجود معاه، فبالتالي في كيمياء ما بين الكابتن جلال والكابتن مصطفى كمال. وده طبعا يعني اكيد في الشغل بيهم ان يكون في حد بتشتغل معاه بترتاح معاه وبتنجح معاه. فهو طلب من الجهاز مجلس اداره النادي المصري ان يكون الكابتن مصطفى كمال ضمن الجهاز الفني الخاص بيه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. ومعانا الاستاذ معانا الاستاذ محمد ابو علي، نائب رئيس القسم الرياضي ببوابه فيتو. انقطع الاتصال. طيب هنتكلم دلوقتي عن الاخبار الخاصه ببرنامجنا، برنامج جماهير الكوره. انتقال ايمومو ايدي نيجوي لسموحه مقابل 550 الف دولار. طبعا صفقه مهمه جدا لسموحه. كل الفرق بتحاول تعزز يعني يكون في لاعبين قادرين ان هم ينافسوا على البطوله. وزي ما قلت الموضوع ما بقاش يعني مقتصر على الاهلي والزمالك، بيراميدز داخل منافس كبير جدا في المنافسه على الدوري والكاس، لكن في الاخر برضو في فرق كتير عندها طموح وعندها امل ان هي تكون موجوده ومنافس ان هو يقدر يفوز بالدوري او الكاس. الاسماعيلي بيفسخ تعاقده مع اللاعب النيجيري اوكيكي بسبب عدم تاقلمه مع الفريق الى الان. طبعا دي اخبار خاصه ببرنامجنا جماهير الكوره. خلينا نقول لحضراتكم برضو. طيب معانا الاستاذ المداخله الاستاذ محمد ابو علي، نائب رئيس القسم الرياضي في بوابه فيتو. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير. مساء النور يا زعيم. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بنسال حضرتك بخصوص قائمه الكابتن محمد يوسف ومباراه افريقيا القادمه، والمفروض يعني العدد المسجل في القائمه عدد قليل جدا نظرا للاصابات. كلمنا يعني ازاي كابتن محمد يوسف هيقدر يعني يعمل التوليفه دي الصعبه في المباراه دي، وعدد اللاعبين هيبقى طبعا بالنسبه له محدود، خصوصا ان هو سجل القائمه فيها 2 حراس مرمى. طبعا في البدايه خلينا ابارك لك على البرنامج بتاعك الجميل، الله يبارك فيك، واحييك على الحلقات اللي انت قدمتها واختيارك لفريق الاعداد. بالنسبه واتمنى لك طبعا التوفيق يعني فيما هو قادم. شكرا. بالنسبه لقائمه النادي الاهلي يمكن النهارده الكابتن محمد يوسف بيختار قائمه اجباريه. يعني كفايه ان انا اقول لك ان هو واخد مدافع واحد بس سليف كولوبالي وراجع من اصابه. هيضطر طبعا يستخدم محمد هاني او ايمن اشرف، حد منهم يعني يلعب جنب سليف كولوبالي في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله.
رايح الماتش معهوش غير 2 حراس مرمى، ما عندوش غير مهاجم واحد مروان محسن. ف يعني الوضع بالنسبه للاهلي صعب، ويمكن اللي مطمن الناس شويه ان المباراه نوعا ما سهله. فريق جمال السوبي مش من الفرق اللي هي القويه، لكن طبعا احنا لازم الاهلي يعمل حسابه، خاصة ان في تجربة لنادي الزمالك حصلت قدام فريق ولاية بيتش الأثيوبي اللي شفناها في الكونفدرالية السنة دي. فدي طبعا يعني الكورة زي ما بيقولوا ما فيهاش كبير، لازم تحترم المنافس بتاعك وتبقى عامل حسابه. الاهلي بيلعب في ظروف صعبة جدا نظرا لكل اللي مر بيه الفترة اللي فاتت، فنتمنى المباراة تعدي على خير ويوفقوا ان هم يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه هنا تساعدهم في مباراه العوده اللي هتبقى صعبه جدا نظرا لحاله الطقس وارتفاع الشبه عن سطح البحر هناك، وكل ده ممكن يعمل مشاكل بدنيه للعيبه يعني. طيب احنا لسه كنا بنتكلم استاذ محمد برضو بالنسبه للمباريات الخاصه بالدوري بقى بعيد عن افريقيا، المنافسه بقت كبيره ومفتوحه، ما بقاش حتى الاهلي والزمالك ولا بيراميدز، كل الفرق بقى عندها طموح الفوز وان هو يقدر يفوز بالدوري، وشفنا فرق كتيره جدا واخرهم نادي الاتحاد السكندري طبعا سيدي البلد بالخبرات الكبيره جدا في الدوري. لكن يعني المباريات الاخيره في البطوله العربيه او في الدوري او حتى في الكاس عامل نتائج هايله جدا. بص، هو السنه دي في ميزه كويسه في الدوري ان الانديه كلها نازله بتلعب وعندها يعني زي ما بيقولوا كده بتلعب بطريقه لعب هجوميه، مفيش حد بيعمل حساب لفريق تاني. بنشوف الاتحاد بيقدر يكسب الاهلي، بنشوف نجوم مستقبل بيقدر يكسب الزمالك، بنشوف المقاولين بيكسب الاهلي، شفنا الاسماعيلي دلوقتي في مركز متراجع. فالانديه كلها بتلعب المباريات عكس ما كنا بنشوف زمان بينزلوا بطريقه زي ما بيقولوا 9-1 و9 في الدفاع وواحد قدامه حارس مرمى والكلام ده. مختلفه جدا. ده اللي مخلي المسابقه شكل كويس، لكن دايما بطوله الدوري بالذات بتبقى يعني المقياس الوحيد فيها شخصيه البطل زي ما بيقولوا، الفريق اللي هو نفسه طويل. الفريق نفسه طويل في البطولات اللي هي بتبقى زي الدوري كده، بطولات بيبقى بتشوف 30 ماتش و28 ماتش وحسب الجدول يعني. الفريق اللي عنده استمراريه، عنده دقه قويه، عنده استقرار زي ما بيقولوا، ده اللي بيبقى الفريق البطل او شخصيه الفريق البطل، اللي هو يقدر يكمل لاخر المسابقه بنفس المستوى. شفنا كتير انديه بتنافس وبتيجي في اخر المسابقه وبتقع بدنيا او بتقع من خلال بتتعرض فرقها لاصابات او غيابات، ده كل ده بيأثر عليها. فعشان كده بقول لك يعني دايما شخصيه البطل بتبان في البطولات زي بطوله الدوري، دوري ابطال افريقيا، البطولات اللي هي القويه دي، عكس بطوله الكاس اللي هي بنظام المغلوب، ممكن ماتش بضربات جزاء او ممكن ماتش كده يجي جون جابوا لولاكي كده الفريق يصعد. فبطوله الدوري لسه بدري عليها، لكن هي السنه دي فعلا مختلفه وفيها شكل مختلف، فيها انديه كتيره ماشيه بقوه باجهزه فنيه محترمه. فريق الاتحاد عنده رئيس نادي محترم، عنده جهاز فني محترم جدا، عنده مدير كوره فاهم جدا كابتن وليد صلاح الدين، طبعا عاملين مباريات هايله فعلا في الدوري وفي الكاس والبطوله العربيه، ماشيين بشكل كويس وعربي يعني. وصل دور 8 في الكاس، وصل دور 8 في البطوله العربيه، ماشي كويس جدا. هيعملوا تدعيمات كويسه قوي حسب معلوماتي الفتره اللي جايه، جايبين لعيبه على مستوى عالي جدا في انتقالات يناير الحاليه. فانا اتوقع ان الاتحاد هيكمل بشكل كويس الفتره اللي جايه ويقدروا باذن الله يعملوا حاجه يسعدوا بيها جماهير اسكندريه يعني. طب خليني اسال حضرتك بخصوص النادي الاهلي، لان الكلام كتير على المدير الفني يتعاقد معاه الاهلي مدير فني، يعني في كذا اسم مطروح. فالمدير الفني الجديد في فعلا يعني امكانيه ان ممكن كابتن محمد يوسف او في اتجاه ان ممكن يكمل، ولا ممكن يكون في مدير فني جديد؟ والصفقات الجديده بقى كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن اعلن اكثر من مره ان في صفقات سوبر، يعني مثلا رمضان صبحي انه هيرجع تاني، في كلام على علي غزال، في اكثر من صفقه. لكن في الاخر الكلام بيبقى على السوشيال ميديا، مفيش حاجه حتى هذه اللحظه نقدر نقول ان هي رسميه. ما انا هقول لحضرتك قصه رمضان صبحي، هم اتكلموا اوريدي مع رمضان كان له وجهه نظر. انت عارف وكيل رمضان نادر شوقي، كابتن نادر شوقي مظبوط، وراجل محترم جدا وصديق شخص لحسام غالي، وكان في نفس الوقت الوكيل بتاع حسام غالي. هم اتكلموا مع رمضان ان هو يرجع الاهلي تاني، وفي الاول كان الكلام على انه يحصل يعني يرجع على سبيل الاعاره لمده 6 شهور او سنه ونص يعني. فرمضان قال ان انا لو رجعت بعد انتهاء 6 شهور دول، انا الفريق بتاعي مهدد بالهبوط للدوري اللي هو انت عارف عندهم هم دوري ممتاز ودوري درجه اولى ودوري درجه ثانيه. هو خايف ان فريقه بنسبه كبيره ممكن ينزل لدوري الدرجه الثانيه اللي هي بعد الاولى اللي بعد الممتاز، يعني الدرجه الثالثه عندنا. فقال انا مش حابب ان انا يبقى اعاره، فافضل ان ممكن لو جيت اجي بانتقال نهائي يعني.
فحاولوا يتكلموا مع النادي بتاعه ان بصفه مبدئيه ان يبقى اعاره سنه ونص. طلبوا مبلغ كبير جدا، الاهلي اتناقشوا مع بعض في موضوع المبلغ، والمفاوضات شغاله يعني. يمكن القصه ما اتقفلتش زي ما الناس بتقول، ومش مش ماشيه بقوه زي ما كانت الاول، والعائق الوحيد حته المقابل المادي. المقابل المادي اكيد يعني مبلغ مادي كبير على النادي الاهلي تقريبا الفتره ده اللي عامل مشكله. الاهلي يقدر نقول خلص بنسبه كبيره جيلاردو لاعب اول اغسطس، واتكلموا مع الوكيل بتاعه هناك والشركه اللي هي المسؤوله عنه، و يعني نقدر نقول بنسبه 90% اللاعب ممكن يكون خلال الاسبوع الجاي بشكل كبير جدا. وعلى فكره يعني الاهلي بيحاول من خلال انيس بوجلباني ان هو يخلص يعني معاه مع النادي هناك. وده كان يمكن من ضمن الاسباب اللي انيس بوجلبان جه فيها القاهره، ان هو كلم الوكيل بتاعه هناك وتعرف عليه لما كان في تونس وكانوا بيلعبوا الترجي في تونس، وراح يتكلم مع اللاعب وقال له ان النادي الاهلي عايزك وبتاع، فمفوضون ان هو يتكلم مع النادي. في نفس الوقت هو ليه وكيل مصري هنا وبعت له عامل له تفويض، فبرضه بيحاول ان هو يخلص مع اللاعب من هنا قصه انتقاله. فانا يعني قريب من القصه دي وعارف، فيمكن جيراردو زي ما بيقولوا اقرب اللعيبه اللي هي ممكن تيجي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. المدير الفني بنسبه كبيره كابتن محمد يوسف هيكمل فتره مش قليله يعني، لكن الكابتن خطيب بيدور على مدير فني قوي بسي في قوي، يقدر ان هو يعني زي ما بيقولوا كده يتاقلم على شخصيه النادي الاهلي، ويكون مزبوط. عنده الكاريزما وعنده الشخصيه اللي تقدر تسيطر على النجوم المفروض هيجوا الفتره الجايه للاهلي، والنجوم اللي اوريدي موجوده، ويصنع فريق يعني بالبلدي كده مش بيدوروا على حد تاني زي مانويل جوزيه، يعني بيفكروا ازاي يجيبوا مدرب يقدر يعمل فريق جديد يرجع الاهلي للبطولات يعني مره اخرى. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وبنشكر حضرتك استاذ محمد ابو علي، وكل التوفيق لحضرتك بالنسبه لرابطه النقاد والانتخابات ان شاء الله، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد. طيب زي ما بقول لحضراتكم الموضوع دلوقتي ما بقاش يقتصر على الاهلي والزمالك، وسموحه دعم صفقه تقيله جدا 550,000 دولار، واكيد هيفرق كتير مع نادي سموحه. ومعانا اتصال من استاذ حسام اسامه من موقع اهلي.com. الو الو. طيب يظهر الاتصال اتقطع. استاذ الو. ايوه استاذ اسلام اسامه من موقع اهلي.com. مساء الخير يا استاذ اسلام. مساء الخير يا استاذ عمرو. بنتكلم مع حضرتك لسه بنتكلم عن صفقات الاهلي، لو في اي اخبار جديده عند حضرتك، لو في اي حاجه الاهلي يعني خلص فيها ممكن نتكلم فيها دلوقتي، وتبقى حتى حاجه حصريه بالنسبه لنا بالنسبه لبرنامج جماهير الكوره. هو للاسف كان في خبر مش حلو ومش لطيف. كان الاهلي كان بيفاوض اللاعب امامو. كان زي معروف للكل ان اللاعب كان ظاهر بشكل متميز الفتره اللي فاتت، الاهلي دخل فيه بشكل قوي. كان الفلوس او المقابل المادي اللي الاهلي هيدفعه ما كانش هو المقابل المرغوب فيه، وده اللي خلى الصفقه تطير باللغه الدارجه من الاهلي. نادي سموحه تعاقد مع اللاعب، واللي فرق ما بين الاهلي وسموحه 50,000 دولار. ده اخر مستجدات بالنسبه للصفقات. طب دي الاخبار السيئه. الاخبار الكويسه ممكن نسمعها، يعني الصفقات الجديده في الاهلي. لسه كنت بتكلم مع الاستاذ الزميل محمد ابو علي، وقال ان في كلام مع رمضان صبحي، لكن المقابل المادي هو اللي هيفصل في الصفقه، لان المقابل المادي كبير جدا يعني اللي طالبه نادي كابتن رمضان صبحي. في صفقات يعني الاهلي ممكن بيتكلم، سمعنا عن علي غزال، بنتكلم عن اكتر من صفقه سوبر الكابتن سالح حفيظ اتكلم عنها الفتره اللي فاتت. دي حقيقه. باكد على كلام استاذ محمد ابو علي. الاهلي فعلا دخل في صفقه في محاوله التعاقد مع رمضان صبحي، بس المقابل المادي هو فعلا كبير جدا. ده اللي هيحسم الامور الفتره الجايه. لو الاهلي فعلا قدر او وافق ان هو يدفع المقابل المادي، هنقدر نشوف رمضان صبحي مع الاهلي من يناير القادم. بالنسبه لعلي غزال، المعلومات اللي عندي او اللي قدرت اوصل لها ان الاهلي فعلا حصل على توقيع علي غزال على العقود المبدئيه ما بينه وما بين الاهلي حصل على توقيعه، واللاعب ما عندوش اي مانع. يعني علي غزال وقع التوقيع المبدئي مع النادي الاهلي.
ده الاهلي حصل عليه من فتره كمان، بس يعني كعاده النادي الاهلي خبر وكعاده حصري لينا بقى، مسؤوليه. لان احنا غير متداول يعني في مواقع السوشيال ميديا، يعني غير متداول الخبر ده. بالظبط. كعادة مسؤول الأهلي ومبادئ الأهلي، إن بيكون الأخبار متكتم عليها لحين الإعلان الرسمي. لكن علي غزال فعلا أبدى موافقته إن يلعب للنادي الأهلي، ووقع على عقود مبدئية، لكن التوقيع الرسمي النهائي إن شاء الله ممكن يكون في خلال ساعات، لما يكون الأهلي حسم المقابل المادي لانتقاله. لكن بنسبة كبيرة اللاعب ما عندوش اي مانع ان هو يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. اكيد طبعا اي لاعب ليه الشرف انه يلعب في النادي الاهلي، نادي كبير جدا ونادي الزمالك، كل انديه مصر يعني اكيد الدوري المصري في تقدم كبير، وان شاء الله نشوف منتخب قوي. ده اللي في الاخر عايزين نقوله، ان الدوري بينتج عنه منتخب قوي. بس خليني اسالك، الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي، هل المشكله ماديه ولا الاهلي يعني مش لاقي، يعني لم يحصل على خدمات لاعب يستحق ان هو يرتدي تيشيرت النادي الاهلي؟ بالعكس، هو مش مشكله ماديه اطلاقا. هو الاهلي بيفكر من كذا منظور ومن كذا عامل. يعني الاهلي في الفتره اللي فاتت بيبني فريق. يعني هو عايز ان الفتره الجايه يكون عنده فريق يكمل 10 سنين. عنده اول حاجه العامل السني ده هو حاطه في اولوياته، مش العامل الماده نهائي. خصوصا شفت ان النادي الاهلي حسم صفقتين، محمد محمود سنه صغير، طبعا اضافه كبيره للنادي الاهلي. نعم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام اسامه، موقع اهلي .com. وهنروح فاصل، بس قبل الفاصل اقول لحضراتكم ان هنستقبل ان شاء الله نجمنا ونجم من نجوم جماهير كره القدم اللي جاوب على سؤال حلقتنا، الاسماعيلي يفوز بالبطوله الافريقيه لمره واحده، وهو اصغر محلل رياضي في مصر، ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعايا اصغر محلل رياضي في مصر محمد الشربيني. اهلا بك يا محمد. اهلا بحضرتك كابتن عمر عرفان، الاعلامي الكبير، وبرنامج حضرتك برنامج جماهير الكره، البرنامج الجميل. وان شاء الله اقدر اوجه للساده المشاهدين الكابتن عمر عرفان هيقدر يوجهه ان شاء الله. محمد، يعني عرفنا بنفسك، اسمك محمد الشربيني منين؟ محمد الشربيني، انا من محافظه الغربيه من طنطا. هل بتلعب كره قدم في نادي ولا انت بتشجع؟ بلعب في نادي بلديه المحله، وكنت حارس مرمى اساسي في نادي بلديه المحله. طب انت بتشجع ايه يا محمد؟ بشجع النادي الاهلي. بتشجع النادي الاهلي. طيب لو خلينا نتكلم ونبدا عليك معاك الموضوع على طول. النادي الاهلي يمكن الفتره الاخيره كان عنده مشكله كبيره جدا زي ما انت عارف، خروجه من البطوله الافريقيه وخروجه من البطوله العربيه، وبعض المباريات اللي لعب في الدوري فيها كان فيها خساره، وعملت مشكله كبيره جدا ادت لان باتريس كارترون يعني يتم اقالته او يمشي من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيلعب بدل من البطوله 2 و3 و4. خلينا نتكلم عن البطوله الافريقيه الاول. البطوله الافريقيه الاهلي خسر في النهائي، مظبوط؟ انت شايف خساره الاهلي كانت ايه سببها من وجهه نظرك الفنيه؟ من وجهه نظري الفنيه ان النادي الاهلي عمل اللي عليه في البطوله وادى، واللاعيبه عملت اللي عليها، واللاعيبه رجاله، وكان جهاز فني محترم بقياده باتريس كارترون. لا، فرقه محترمه بصراحه، بس الرياضه عباره عن اخلاق، والكره مكسب. جميل. بس احنا هنشوف فنيات الماتش. يعني الخساره هنا كانت فين؟ هل في اخطاء كانت في الدفاع؟ ما كانش في هجمات؟ الكرة كانت عبارة عن خط الدفاع من النادي الأهلي، زي ما يكون النادي الأهلي ما عملش حساب لفرقة الترجي التونسي، وفي الآخر نادي الترجي التونسي الرقم 1 كان في المباراة كان الجمهور كان شادد المباراة، وفرقة الترجي نزلت عملت للنادي الأهلي حساب، وفي الأول والآخر نقدر نقول ده أثر طبعا أثر على النادي الأهلي، أداء النادي الأهلي في البطولة العربية، وكان سبب من أسباب الخسارة برضه، لأن كان دايما الأهلي بيفوز ببطولة أفريقيا. طب أنت كنت مع ولا ضد إن باتريس كارترون يمشي من الاهلي؟ يعني كنت شايف ان اديله فرصه ثانيه ولا؟ كنت شايف ان باتريس كارترون خد الفرصه اللي هو عايزها، وفي الاول والاخر ما يعني حصلش. انت بتأيد راي النادي الاهلي ان هو يمشي؟ بأيد النادي الاهلي، الراي بتاع النادي الاهلي ان هو يمشي، عشان هو لعب في 4 بطولات وجه في اقوى بطوله وخسر امام فريق نادي الترجي التونسي. طيب اخر حاجه، كابتن محمد يوسف شايفه ان هو يعني يكمل ولا مؤقت؟ المفروض هو مؤقت، هل يكمل مع النادي الاهلي؟ شايف ان كابتن محمد يوسف ماشي في الوقت ده باداء مميز جدا وعامل فرقه محترمه جدا. شايف ان كابتن محمد يوسف يديله فرصه اخيره، وهو مدير فني محترم بصراحه. احسن لاعب من وجهه نظرك في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لك انت؟ احسن لاعب من وجهه نظري في تاريخ النادي الاهلي بدون مجامله كابتن محمود الخطيب. طيب ايه رايك في محمد صلاح؟ محمد صلاح لاعب كره كبير، ليه اسمه وقيمته في اوروبا، لاعب كره محترم في فرقه ليفربول،
وعايزين الشعب المصري يقف جنب محمد صلاح ويساند نجم مصر ونجم المنتخب الوطني، وشرف لاي حد ان هو يتكلم عن محمد صلاح. لاعب دولي، لاعب ليه قيمته وقيمته في الكره الاوروبيه، وغير كده وكده هو لاعب منتخبنا الوطني. يعني ممكن نشوفك ان شاء الله زي محمد صلاح في يوم من ان الايام. شاء هو الله بدا من بأمن نجريج الله. زي ما انت عارف، من قريه جنبنا، من قريه بالظبط موجوده جنبيك. فان شاء الله يعني يكون انت يعني مبسوط منك، انت بتتكلم في كوره كويس ومحلل رياضي ان شاء الله كبير، ونشوفك ان شاء الله مع منتخب مصر او مع نادي طنطا، وان شاء الله نشوفك في القنوات الرياضيه الفضائيه قريب. حبيبي يا كابتن عمر، ده شيء يشرفني ان انا متواجد مع حضرتك في برنامجك الجميل، برنامج جماهير الكره، وانا سعيد بالتواجد مع حضرتك. وانا بشكرك يا محمد، وبشكر كل جماهير مصر ومحمد واي حد زي ما احنا قلنا ان شاء الله هيكون متواجد معانا، يكون بيتكلم عن فرقته بكل يعني وضوح وبكل بساطه. انا بشكر حضراتكم لان وقتنا انتهى، وبشكر كل فريق الاعداد والاخراج، وان شاء الله الحلقه الجايه هيكون معانا نجم موجود في مصر كل الناس بتحبه ونفسها ان هو يكون متواجد على شاشات الفضائيات، وهيكون معانا في شاشه قناه الرافضين. الحلقه القادمه خليها مفاجاه لكل جماهير مصر وكل جماهير برنامج جماهير الكوره. بشكر حضراتكم واشوفكم على خير. تحياتي عمر عرفان.